ممكن تعرفينا بصفات الزوج المصري؟ من أهم صفات الزوج المصري اللي بيتميز بيها عن أي زوج تاني: خدوم مع كل الناس إلا مراته، دمه شربات مع كل الناس إلا مراته. يجي عند مراته ويصدع ويقول لها مش شايف قدامي وسيبيني بدل ما هب فيكي. مراته بتشوفه في التجمعات والحفلات والمناسبات ما بتعرفوش، بتقول مين ده؟ الضحكة من هنا لهنا والفش عايمة. لا وايه، بيوزع خدمات على كل الناس. لما حد بيسأله عن حاجة بيقول له عينيا حاضر. تعرف مش عارف ايه؟ اعرف. فين بيتعمل فين؟ اعرف ويعملها له. يجي بقى عند مراته يجيله شد عضل، بتبقى عايزة تقول لهم تعالوا شوفوا تعالوا شوفوا لمبة الحمام اللي عايزة تتغير من يوم الصباحية، ولا ضرفة الدولاب اللي واقعة. تيجي واحدة غريبة تطلب منه يهد الدار، يروح مشوار، يشيل جنطار، ولا خف الدم والإفيهات والضحك والهزار. مفيش من ده لمراتك؟ ده مراته نفسها ما بتعرفوش من كتر الضحك اللي بيضحكوا. وتقعد تقول هو ده جوزي يا جماعة ولا مش هو؟ بيتكلم عادي مع الستات وبيضحك معاهم وبياخد وبيدي. اما في البيت مفيش دماغ، مفيش دماغ خالص ترغي الحريم. امال دول ايه، شنبات؟ اي واحدة تطلب منه اي حاجة يعملها لها، انما طلب مراته تقيل على قلبه. وهق ومق وطبلة ورق.